ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو اللي فات اتكلمنا على ادوات سنة اولى. الفيديو ده هنتكلم على ادوات سنة تانية. احنا في سنة تانية عندنا سيكشن واحد بس يعتبر، لان في الترم الاول بيبقى عندنا باي ماتيريال، والباي ماتيريال دي تقريبا بنستخدم فيها نفس ادوات اللي انا قلتها لكم الفيديو اللي فات. سيكشن بقى الجديد اللي احنا مخدناهوش قبل كده وهيبقى في الترم التاني هو سيكشن اسمه البروثيسيس. البروثيسيس دي اللي هي تركيبات الاسنان، هنتعلم فيها ازاي نعمل طقم اسنان من اول خطوه لاخر خطوه، بس بالنسبه للتكنيشن اللي هو المعمل، مش بالنسبه لي انا كدكتوره اسنان. فاحنا هنعمل كل حاجه بالنسبه للكومبليت دنتشر اللي هو طقم الاسنان بالنسبه للتكنيشن. انا اعرفكم يلا على الادوات، بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الجديد. اوكي يلا نبدا. اول حاجه معانا وهي الارتكليتور. ده زي حاجه كده بتحكي لنا بق البيشنت. بصوا ازاي كأن ده الابر جو وده اللور جو. اوكي دي بتحكي. طبعا الارتكليتور بيجي من غير الابيض ده، من غير الجبس، بيجي من غيره. ده انا عملته خلال الترم، فهو بيجي من غيره، وده طبعا هتعانوا فيه كتير جدا وهيتفك منكم ومعرفش ايه، بس عادي. هما الموديل اللي جوه ده هما بيديهولكوا، اللي هو الموديل ده هو بيديهولكوا عشان تعملوا له ماونتنج على الارتكليتور. الارتكليتور برضه هحط لكم صورته من غير ما يكون فيه عشان تعرفوا شكله برضه. تمام. تاني حاجه معانا هو شيت الاسنان. انا كنت واخده عشان الامتحان كنت واخده نص الاسنان، كنت برصها، كان عليها نص اسنان فمتبقي دول بس. فهي ده شيت اسنان المفروض بيجي فيه الاسنان كامله. لو لقيت صورته هحطها لكم برضو اهوت. برضو انا كنت رصاه هنا اهو زي ما انتم شايفين في الامتحان. فدول المفروض نرصهم في الناحيه ديت. اهم حاجه بقى خطوه مهمه جدا الاستك ده، ان انتوا تحطوه كده على الارتكليتور عشان ما يتفصلش منكم، يفضل خصوصا بعد ما تعملوا ماونتنج، عشان الماونتنج يثبت في مكانه كويس. تفضلوا طول عمركم بصوا تشتغلوا وترجعوا تاني بالاستك. يعني بصوا هتساعدكم كتير قوي الاستك ده. هتحتاجوا برضو اللي انتوا شفتوه الاحمر ده، هو ده بينك واكس. تمام. ده اللي احنا بنسيحه برضو بنفس ادوات اللي كنا بنعمل بيها زي ما قلت لكم. البينك واكس ده هاتوا منه علبه كامله، لان هو هيخلص منكم في الترم. ممكن ما يبقى انا جبت العلبه خلصتها ما بقاش غير الشريحه دي. عارفين ما بقاش غير الشريحه دي، فهاتوه لان هو هيخلص منكم. بعد كده عندنا ورق صنفره. ده ورق صنفره عادي جدا. هتقولوا لي هنستخدمه لايه؟ هقول لكم ده اللي هنشيل بيه الزيادات في السبيشال تري. بعد كده عندنا دول الميكسات. الاخضر ده بنعمل بيه السبيشال تري، والبينك ده بيبقى عليه برضو علامه بينك. بصوا الفرق. البينك ده بنعمل بيه الدنتشر بيز، اللي هي البيز بتاعه طقم الاسنان. تمام. هوريها لكم من جوه. ده بيبقى الباودر وده الليكويد اهم. ده الباودر وده الليكويد. بنبدا انهم طبعا ريحتهم فظيعه بجد، يعني بتقلب السكشن كله حرفيا، ريحتهم بشعه. بنبدا ان احنا نعمل لهم ميكس في الكوبايه الازاز ديت. عايزين بقى تعرفوا الريزلت، الفاينل ريزلت. هما دول كده، هما دول. دي كده سبيشال تري اللي عملناها بالعلبه الخضر، الاكريل ريزن الاخضر. تمام. دي ابر ودي لور. دي اللي انتوا هتعملوا واحده بس في اول الترم كده، سهله قوي. قايلين بنستخدم جلاس لاب في الاول، بنستخدم مع واحده تانية. نجيب واحده ثيك جلاس لاب زي ما انتوا شايفين كده. الفرق واضح قوي، يعني واحده ثيك وواحده ثين. دي كنا استخدمناها في اولى، دي بنجيب واحده تانية نستخدمها. هحط لكم فيديو برضو ازاي بنستخدمهم، هحطها لكم. وهنحتاج صلصال وفازلين. ده مش الفازلين العادي يا جماعه، ده فازلين برضو بيتجاب من الستورز اهو زي ما انتم شايفين. فازلين بيتجاب من الستورز عشان بنستخدمه كسيبريتنج ميديا، بنحطه على ايدينا عشان الاكريل ما يلزقش في ايدينا. بس احنا بنستخدم ميه عادي، ما كانش ليه اي لازمه اصلا. هي معانا وهي الحاجه اللي هتشيل كل الادوات ديت، هو البوكس. ده عباره عن بوكس شفاف ليه غطا. بصراحه يا جماعه بوكس ثلاجه، بوكس ثلاجه عادي جدا. دي ايد طبعا
ما تتعفوش عليها برضه عشان ما تتكسرش. هو ده البوكس، بوكس شفاف عادي جدا، هتحطوا فيه كل الادوات اللي انا وريتها لكم وتروحوا بالسكشن. واتمنى تكون سنه سعيده عليكم لكل اللي داخلين السنه تانية. واكيد بصوا يا جماعه، عشان برضو انا بتكلم على جامعه اسكندريه، عشان ممكن يكون في فروق او كده ما بين الجامعات، ماشي؟ عشان انا بتكلم على جامعه اسكندريه، بس اكيد يعني سكشن بروفيسورز اكيد في سنه تانية اكيد يعني. طيب اشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا اشتراك، والسلام عليكم.